على التليفون معالي المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. سيادة المستشار، مساء الفل على حضرتك وكل سنة وانت طيب. اهلا، مساء النور وكل سنة وانت طيب ويا كابتن والاساتذة اللي معك في الاستديو والجمهور الكريم. ربنا يخليك. يعني الحقيقة كنت بقول في المقدمة قد ايه كانت مباراة الاهلي والزمالك في نهائي الكاس على اعلى مستوى من التنظيم ومن الاحتفال ومن الحضور الجماهيري ومن كل شيء، وده خلى الناس تقول لك احنا لعبنا السوبر في الامارات من قبل، ثم نهائي الكاس في المملكة العربية السعودية، ثم جاءت فكرة اقامة مباراة الاهلي والزمالك في السعودية، وبعد كده سمعنا انه حصل نوع من انواع يعني الرفض سواء من الفيفا او من الجهات الدوليه. حضرتك تحطنا في الصوره بالظبط يا معالي المستشار، خاصه ان حضرتك كتبت تويته مهمه منذ قليل. طيب انت طلبت الان المداخله يا انا اللي طالب انا اللي طالب المداخله لان نعم غلاوتك يعني. ربنا يخليك. انا حقول الكلام من الاخر. نعم. لانه المفروض ما انا كان لازم اطلب المداخله يا معالي المستشار عشان تبقى الامور واضحه، يعني عشان اقول الكلام من الاخر عشان اتفضل. المفروض مو انا اللي اوضحه، معلش. يعني كان في المفروض جهات اخرى هي اللي توضحه. هتوضح ان شاء الله. لانه مو احنا الناس اللي من طرفنا اللي كان مفروض اننا نوضح. نعم. فاحنا كنا جالسين ساكتين قبل يومين او ثلاثه الان. نعم. ما تكلمناش على حاجه. نعم. هل شفت اي اعلان من موسم الرياض او مني عن الموضوع؟ لم يحدث. الاعلان والتسريب حصل من مصر، صح ولا لا؟ حصل بالضبط. تمام، خلينا نبدا الحكايه من اولها. اتفضل يا فندم. نجح الكاس نجاح باهر. نعم. شفنا فائده للموضوع. نعم. فائده مو المساله فقط ماديه بالنسبه لنا. نعم. مساله تقارب بين الشعوب. طبعا. مساله ان الاخوان المصريين اللي نعتبرهم اخوان واهل لنا مقيمين في المملكه العربيه السعوديه في بيتهم الثاني، قدرتهم الشرائيه عاليه. نعم. موجودين بكثره. نعم. ممتازين. خليني اوضح، حتى بطريقه التشجيع كانوا جدا ممتازين في المباراه الاخيره. صحيح. يمكن انا شفتني في وقت الملعب طلبت بدخول الادوات بس كانوا مشوا حصل. كان مشكله التيفو. نعم. انه في تجاوز في التيفو على الاتحاد الكوره وعلى الفريق الخصم. نعم. عشان كذا منعنا التيفو. نعم. منعا للاحراج. يعني ما كانش في تجاوز علينا. نعم. او شعار سياسي او حاجه. صحيح. فاحنا يعني قلنا لهم يا تلغوا الفقره هذه تشطبوها او مش حيدخل التيفو. وفي المقابل دخل التيفو بتاع نادي الزمالك. صحيح. نعم. هذه الحقيقه، هذه القصه الحقيقيه. نعم. وتقابلنا بعدها مع اعضاء من رابطه الاهلي وقدموا اعتذارهم، قالوا احنا الموضوع ده عندنا في ملاعبنا مسموح فيه. نعم. قلنا له احنا في اختلاف. نعم. وده ما كانش الاتفاق مع الجهات الامنيه لما تقابلتوا مع الجهات الامنيه لانهم رسموا التيفو، والموضوع ده كان بعلم اداره الاهلي، كان موجود الجرحي و الضماطي. نعم. لا انا اقول لك اللي كانوا شغالين على الملف الجرحي. نعم. والسراج كانوا شغالين معايا في الملعب على الملف. تمام يا فندم. تمام. وغلطوهم. نعم. طيب نكمل. أيوة. فكان حفل ناجح بكل المقاييس. نعم. سمع مش بس في الشرق الاوسط، سمع من استراليا الى امريكا لوجود المغتربين ووجود، يعني كان حدث. ده صحيح. تاريخيه. ده صحيح. تمام. في نفس اليوم اجتمعت يعني بكل سعاده وترحاب مع معالي الوزير اشرف سلمان في المتحده. أيوة. وعمرو الفقي وسيف الوزيري ومحمد يحيى والجماعه كلهم. نعم. كل الرجاله. نعم. والاستاذ محمد السعدي. قلنا نعم. احنا التجربه هنا ناجحه. نعم. احنا عندنا في فراغ في الرياض وفراغ في جده في اوقات معينه في الملاعب ممكن نستخدمها. نعم. ما تيجوا نتكلم على مباريات الدوري، قالوا دي عمرها ما حصلت. أيوة. قلت وانا ما عمري خدت التجربه، بس خلونا نشوف. ادي عرضنا حطينا رقم. أيوة. ومميزات. نعم. فكروا وعيشوا مع نفسكم وارجعوا لنا اذا الموضوع مناسب ليكم وللرابطه وللاتحاد والانديه. هل ممكن اعرف الارقام يا سياده المستشار؟ هدي لك كل حاجه دلوقتي. طيب اتفضل. هدي لك كل حاجه. اتفضل. خلاص يعني. نعم. لازم اتكلم. تمام. لازم اقول الحقيقه يعني. تمام يا فندم. يعني مش صح انه احنا نحاول
نقرب العلاقات، ان نحاول نعمل شيء ممتاز. نعم. يجي يعني ناس يصرحون بتصاريح غير حقيقيه بس تأجج الجمهور. نعم. تمام. رجعوا لنا قبل تقريبا اسبوع نعم. بان المواضيع ماشيه تمام، وان التاريخ 15 ابريل والتاريخ 26 او 25 جون. نعم. يونيو. نعم. قلت ممتاز، توكلنا على الله. انا مش هحضر الماتش الاول واعتذرت منهم عشان حسافر رحله علاج، فقلت هحضر الماتش الثاني في جده، واتفقنا انه يعملوا قرعه ويكون في ماتش للزمالك في مكان في ملعب لان الساعتين مختلفه. لان من ضمن بنود الاتفاق نعم. في كوتا للتذاكر عائدها لفريق صاحب ارض المباراه. تمام. اللي هو تقريبا 20% الى 25%. تمام. كنا يعني في مفاصل بيننا كويس في الموضوع ده غير المبلغ المقطوع. نعم. انا خلاص تركت الموضوع، عندنا اشغال كثير. اكيد. فجأة انا شفت الموضوع كان بيتابع من عندنا شركة خاصة اللي هي متعاقدة مع الترفيه، اللي هي شركة الوسائل العربية اللي هي نظمت الماتش الاول. نعم. اللي هم بيملكوا اول بار. رجع لي الاخ المحترم سيف الوزيري. ايوه. ومحمد الخريجي مدير الشركة الوسائل. أيوه. بتصريح النادي الاهلي. ايوه. وقالوا لي احنا خلصنا، فبعثوا لي قال ده اخر حاجة عندنا خلصت. نعم. نظرت انا صراحة عشان اكون معك بكل صراحة. ايوه. كنت مستصعب موافقة الاهلي لوجود مباراة افريقية. نعم. بكل وضوح. ايوه. وقلت لهم لازم نميز الاهلي في حاجات في التنقل وتوفير طيارة خاصة واشياء عشان ما نأثر على بطولة افريقيا. نعم. برضو احنا مش عاوزين نعمل حدث وفرح ويجينا فاير باك من الجمهور بعدها ب3 ايام يصير اجهاد، يصير حاجه وخساره واحنا نتحمل المسؤوليه. لكن في نفس الوقت هناك توفير لطائره خاصه لنادي الزمالك. تمام. نعم. ممتاز، احنا وفرنا كل الطلبات. تمام يا خلينا نتكلم، اقول لك ايش اللي حصل بالضبط. اتفضل يا فندم. انا ماليش علاقه في كم يتوزع للفريق الفلاني او كم يعطى الفريق الفلاني، انا ماليش دعوه. نعم. انا لي دعوه اني احدد مبلغ وان الفريقين يجون يلعبون عندي. تمام. الاتحاد والرابطه والشركه المتحده واداره الناديين. نعم. هم اعلم بمفاوضاتهم فيما نعم. بينهم. نعم. تمام. انهينا كل حاجه. نعم. بموافقه الفريقين الادارتين. الفريقين والادارتين. نعم. وكنا عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. الشركه المتحده للشباب والجماعه في مصر. نعم. يعني كانوا يحاولون الاعلان، يعني طلبوا مننا سرعه الاعلان، لكن نعم. احنا كان عندنا موافقات داخليه عندنا. نعم. كانت تحتاج وقت. نعم. عرفت؟ موافقات تحديد الاماكن، تحديد الحركه المروريه، تحديد الخطه الامنيه، في موافقات عندي. خصوصا ان الوقت ضيق على المباراه الاولى يوم 15. ما كنتش نعم. اشتغلت عليها لاني ما كانش جايني موافقات. نعم. فاشتغلنا عليها وانجزناها خلال ساعات. نعم. تمام. الموافقات عندنا. نعم. انا اقول لك بدايه الحكايه. ايوه. ودي اجتهاد مني انا. اتفضل يا فندم. رحت قلت زي ما الاهلي والزمالك جو مصر. ممتاز، خليني اعمل حركه بعد ثانيه. رفعت التليفون على صاحبي وصاحبك هاني ابو ريده. طبعا. مساء الخير يا كابتن، ازيك؟ عاتبته شويه لانه اعتذر ما جاش كاس مصر، كان نعم. عنده ظروف. قلت له من زمان وحشنا وكده. نعم. وقال لي اجي لك في اي وقت وكده كويس. فقلت له يا كابتن هاني احنا خلصنا مع الاهلي وخلصنا مع كل حاجه وكل الامور تمام، والزمالك والاتحاد ده. انا عندي استفسار يا كابتن هاني. هل قانونيا يحصل ولا لا؟ قال لي اتفضل. نعم. قلت الاهلي عنده ماتش في يوم 19 مع فريق افريقي. نعم. لغايه دلوقتي ما تحددش. صح ولا لا؟ مظبوط. كان وقتها في وقت مكالمتي مع هاني قبل يومين، وانا اتمنى انك تقفل مني تكلم اي حد انا ذكرته بالاسم. نعم. في المكالمه دي. حاضر. وتتاكد منه. هيحصل. حاضر. تمام. اتفضل. قلت له، قال لي بتفكر في ايه يا ابو ناصر؟ افكارك غريبه. نعم. قلت الفريق الافريقي ادي مبلغ واديته نمره من المبلغ. هل يرضى ينقل الماتش
بتاعه اللي في ارضه نعم. في الرياض كمان، نعم. ونخلي الاهلي يلعب 19 في الرياض. ده قال لي حاجه دي مستحيل. اول مره نقولها، دي حاجه جديده اول مره نعرفها. نعم. ابى اقول لك النص. قال نعم. لي دي حاجه مستحيله، ده جنان. مستحيل يوافقوا، ودي بطوله افريقيه وتكافؤ الفرص مش عارف. قلت يا اخي اعرض لهم النمره بتاعتي واعرض واكيد الاهلي حيوافق. نعم. وهم اذا وافقوا ليش الاتحاد الافريقي يرفض؟ بالضبط. نكلم الاقجع وفوزي الاقجع ولا نكلم احد ونسالهم. نعم. قال لي نص ساعه وارجع لك. كويس. جنبي حماده اسماعيل، يعني انت تقدر تعرف حماده طبعا. رجع لي مش بعد نص ساعه، رجع لي بعد 10 دقائق. كويس. قال ابو ناصر اساسا انت مش في المشكله دي. انت في مشكله ثانيه. قلت ليش؟ قال الان الاهلي والزمالك احنا كنا نسمعها كاشاعه. يعني الموضوع حقيقي. قلت له حقيقي خلاص. احنا هنعلن النهارده الساعه 6. ايوه. الكلام ده الساعه 12 الظهر قبل يومين. نعم. قلت له اعلاننا الساعه 6 المساء. ايوه. لا، وكنت هاعلن حاجات زياده. نعم. 200,000 دولار للفريق الفائز. وفي حاله التعادل يقسم المبلغ على الفريقين. نعم. تمام؟ كويس. قال لي لا انت في مشكله ثانيه. قلت ليش؟ قال في حاله سابقه لفريق جيرونا وبرشلونه حيلعبوا في امريكا. مظبوط. نعم. ورفض الفيفا. ايوه. في ماده اسمها ماده 71 ما ينقل الماتش من قاره لقاره الا بظروف سياسيه وامنيه واقتصاديه معينه. نعم. وبموافقه خطيه من الفيفا. نعم. قلت له يا كابتن هاني ما صلى على النبي، احنا ما عداش اسبوع، ما عداش شهر على كاس مصر. نعم. ما كاس مصر يأهل الكونفدراليه. مظبوط. قال لي لا، حاله كاس مصر مختلفه. ايوه. كاس مصر ماتش واحد. ايوه. ما فيش تاثر للفرق، خلاص. أيوه. وصلوا الفرق. الماتش بتاعك ياثر على 18 فريق. نعم. في حقوق التساوي. الفير بلاي. الفيفا ياخذها فير بلاي، فياخذها بعين الاعتبار. نعم. قلت له اتصرف. قال الموضوع بتاع الفريق الافريقي ده انساه، زيرو اصلا. ده الكره في ملعبك يا ابو ناصر. أيوه. الفيفا اصحابك، ارفع التليفون عليهم اصحابك. نعم. انت كنت وزير رياضه وتعرفهم كلهم. صحيح. انا مش عاوز اخش في الموضوع. نعم. يعني لاني حتحسب مصر وكده. قلت له تمام. انت مصري فعلا. ايه. نعم. فقلت له تمام يا هاني. نعم. قفلت منه. قلت له يا حماده احنا في مصيبه دلوقتي، اطلب لي سيف الوزيري. كلمت سيف، قلت له كذا 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 كذا. قال لي لسه مكلمنا هاني كمان وقال لنا كنصيحه ما تعلنوش لغايه ما، عشان ما تجيش عقوبه من الفيفا. قلت له تمام. سيف ممكن ايش الاجراء اللي حتسوونه؟ قال الاجراء اللي حنسويه انتوا المبلغ مشكورا في جزء كبير منه حيتخصص لكل الانديه. نعم. فده حتكون حركه طيبه لكل الانديه. جميل. فلو ممكن الفيفا لو دعمنا موافقه ال 18 فريق. نعم. وموافقه الفريقين والاتحاد والرابطه، وانت برضه بطريقتك يا ابو ناصر تتكلم معاهم. نعم. ممكن يوافق، لان الماده مش منع بالاستئذان. نعم. تمام. وبظروف معينه. نعم. زلزال لا قدر الله، حدث سياسي. نعم. حدث اقتصادي، فهمني، حرب. نعم. نعم. في شروط. نعم. تمام. قلت له تمام، توكل على الله وجهز انت شغلك وانا هشتغل من جهتي. تمام. كلمت مدير الاداره القانونيه في الفيفا، وده صديق قديم وانت كويس. تعرفه كويس. شفته عندي في البيت كذا مره. كذا فوتي الايطالي. نعم. نعم. قلت له، قال لي انسى. ولو بعثوا لنا قالوا له لو بعثوا لنا الايميل هنرفض، لان مصر ما تنطبق عليها اي حاله من الحالات اللي انت ذكرتها. نعم. تمام. نعم. قلت له طيب يا اخي هنجيب لك موافقه ال 18 فريق. قال احتماليه الموافقه في راي اللجنه يعني لازم ندرسها. بس ابى اقول لك دلوقتي ما تتعداش 10%. تمام. نعم. قلت له تمام شكرا. قفلت. فرحت قلت لسيف. قال خلينا احنا نحاول وانت حاول وشوف. فما اعلنتش. نعم. الناس سربت وقالت وكل حاجه. طيب حبيبي يا كابتن احمد، اتفضل يا فندم. هل ساقوم بالخطوه هذه لولا موافقه الناديين؟ مستحيل. وعلى فكره الزمالك موافق قبل الاهلي. الزمالك موافق قبل الاهلي. ده في اجتماع قبل الاهلي. ده في اجتماع مع حضرتك ولا ابلغوك هنا ان الزمالك لا لا موافق؟ لا لا لا, لا. نعم. دي معلومات. نعم. من الناس اللي يتفاوضوا معي. تمام. فهم جايين يتفاوضون. حنعلن الساعه 6. نعم. على مين؟ نعم. اتفقوا على المبالغ.
نعم وانا كمان. مستعد اقول لك على المبالغ. لازم تقول لي بقى على المبالغ، يا ريت تقول لي على المبالغ. هقول لك مبلغ الزمالك، لاني مش عاوز يعني اقول نعم. مبلغ الاهلي، لان نعم. مبلغ الاهلي له ظروفه مختلفه. نعم. لانه مبلغ الزمالك كانوا موافقين على $1 مليون، 500,000 دولار كل ماتش. نعم تمام. وتوفير 45 غرفه. نعم. وتوفير سكن وتوفير طيران وتوفير يعني المتطلبات. نعم. تمام. نعم. ولا في اي كلام من اللي سمعته، لا تكلموا في حكام ولا تكلموا في اي حاجه، اساسا من البدايه قايلين لنا الاتحاد المصري والرابطه نعم. انه حكام مصريين. تمام. من البدايه. نعم. قلنا لهم الموضوع ليكوا، يعني الموضوع ولو عزتوا اجانب احنا مستعدين نتكفل. نعم. بقيمه الاجانب. تمام. خلصنا. انا شفت الموضوع ملخبط خلاص. نعم. فاضل 10 ايام. نعم. فقلت يا جماعه الموضوع مستحيل يمشي. هم بعثوا استفسار للفيفا. مين اللي بعته؟ عالجهه عندكم. انا مش نادي، اني اتكلم. مش نادي الزمالك قصدي يعني. لا 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 لا. تمام. انا أوكي. انا لما اتكلم حد بعت يا رابطه يا اتحاد. تمام يا فندم. تمام. اوكي. يعني تمام. لغايه دلوقتي ترى ما ردش عليهم الفيفا حتى هذه اللحظه. عشان كده هم لغايه دلوقتي ما اعلنوش حسما ان الموضوع منتهي، بس بالنسبه لنا احنا ايوه بلغناهم واتفقنا معاهم من يومين ان الموضوع منتهي. يعني حضرتك الفكره دلوقتي انتهت ولو على سبيل من يومين. مؤقت. نعم من يومين. ابلغت من يومين، لكن هم انا تركت الكره مفتوحه. نعم. اللي هو ايش؟ ايميلكم، يعني سبحان الله. نعم. امل 5% انه يترد عليه بالايجاب. نعم. يمكن ولو لحقنا وقت احنا جاهزين، امكانياتنا جاهزه ويلا. يعني حتى الان ما زال هناك بصيص من الامل في اقامه المباراه. انا بقول لك صعبه. بقت صعبه. طيب خلاص يبقى المباراتين دول انتهوا. حضرتك وضحت الموقف تماما وان كان معاك موافقه الادارتين وموافقه الجهات. نعم. هل الطريقه الصح انه في حد يطلع ويدعي البطوله اننا رفضنا؟ لا اعتقد ده بيبقى كلام جانبه الصواب يعني بالحاجات وبالادله اللي حضرتك بتتكلم بيها لما تقبل مني انا اتمنى انك تتكلم الاخ المحترم احمد دياب، الاخ المحترم هاني ابو ريده. نعم. الاخ المحترم سيف الوزيري. انا اوعدك بعد ما اخلص المكالمه مع حضرتك عندي مكالمه مع احدهم. نعم. والاخ المحترم خالد الدرندلي. نعم. الاربعه دول. نعم. كلم اي واحد فيهم. اذا قال اي واحد فيهم ان كلامي اي كلمه من اللي قلتها فيها اي غلط. وليه حضرتك هتقول كلام غلط يا معالي المستشار؟ حضرتك بتسرد وبتوضح بالتفاصيل يعني. اللي حصل عيب. انت حضرتك بتزعل. نعم. نرفض اللعب. لا انت ما رفضتش، انت موافق. نعم. انت لو الفيفا كان مشي الامور كنت اول واحد في الطياره يوم 15. طيب يا حضرتك بتؤكد ان موافقه الزمالك كانت موجوده وموافقه الاهلي دي كانت. لا انا ازيد الديتيلز. ايوه. ازيد الديتيلز. ايوه. وانت تساعدني فيه. اتفضل. انت عارف الاستوديو بتاعك مين حيكون معاك فيه في وقت الماتش. نعم. ومين الاستوديو بتاعنا في MBC مين حيكون في وقت الماتش. واتفقنا ان الاستديوهات تبقى مفصوله. نعم. والنقل موحد بس الاستديوهات مفصوله. نعم. مع مراعاه المعلنين بتاع الشركه المتحده على قنوات MBC. نعم. يعني اقول لك لهالدرجه يعني خلاص يعني كانت الامور وصلت لتنسيق كامل. طب خليني اسال حضرتك على التعاون المستقبلي، لانه الكل ما زال متذكر مباراه نهائي الكاس والنجاح الكبير اللي حصل فيها من كل الجوانب، لكن يبقى التعاون في المستقبل. وحضرتك انا عارف مدى حبك. ايوه. اي ماتش. نعم. كاس او سوبر او لو فتح الدوري مستقبلا لاي سبب كان. نعم. او مباريات للمنتخب على مستوى عالي، المنتخب المصري احنا مرحبين فيها وجاهزين نقدم عرض. حتى لو لم يكن طرفها الاهلي والزمالك، يعني ممكن الاهلي وحاجه او الزمالك وحاجه، مش لازم يكونوا مع بعض. لازم يعني ويا ريت يكون الاهلي كمان. ما انا عشان كده بقول لحضرتك الاهلي وحاجه او الزمالك وحاجه يعني يكونوا موجودين. هل في حاجه ممكن نسمعها قريب معالي المستشار؟ احنا حطينا الكرة في ملعبهم وقاعدين نتكلم معاهم لو عندهم فرصة في جون لو ما لعبوش عندكم. نعم. في الاستاد الجديد. احنا مستعدين اننا بس لازم نتكلم بدري. نعم. عشان نقدر نوصل المنتخبات على اعلى مستوى. ده صحيح. تلعب مع منتخب مصر، ده الاستحقاق اللي اقرب استحقاق ممكن. نعم.
هل هناك نية، وده امر هيكون سهل، لعودة السوبر المصري السعودي مرة اخرى معالي المستشار؟ ده نتمناه، وشغالين عليه مع الشركه المتحده. نعم. وهذا حيكون له صدى كبير، كاسين، كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين وكاس فخامه الرئيس السيسي. هتعملوا على بطولتين، يعني بطل الدوري وبطل الكاس يا فندم؟ يعني مثلا ماتش هنا وماتش هناك. طب الاهلي مثلا بطل الدوري والاهلي بطل الكاس، الاهلي يلعب المباراتين ولا الوصيف يلعب المباراه الثانيه؟ لا، يلعب الاهلي الماتشين. يلعب الاهلي، يعني البطل هو اللي يلعب المباراتين اذا ظروفه تسمح وما اعتذرش. نعم. اهلا وسهلا. نعم. لان دي بطوله وديه يعني تستوجب موافقه الفريق. نعم. هل هناك نيه ايضا لاستقبال مباريات؟ اقول لك المبلغ؟ ايوه اتفضل. اقول لك الجنيه النهارده بكام؟ بالدولار ب 47. 47 يعني كانت اضرب 235 مليون جنيه للفريق الواحد. للفريقين. ده كان انت قصدك المباراه اللي فاتت دي؟ المباراتين ده توتال العقد 235. بلس عليها ايوه تنقلات واللوجيستيك. نعم. اللي احنا متكفلين فيها سواء طيارات نعم وغير طيارات، دي تدخل لها في 80 مليون جنيه. يعني انت تتكلم كان الباكج 300 مليون جنيه. اكتر من 300 مليون جنيه. عموما احنا نتمنى ان هذا التعاون يستمر، وانا عارف ان حضرتك دايما عندك افكار خارج الصندوق، ودايما الافكار انا اتمنى حاجتين. نعم. الشيء الاول منك يا كابتن احمد، اتفضل تتكلم مع احد من الاربعه المعنيين. اول ما اقفل مع حضرتك هتكون معايا مداخله، اوعد حضرتك. طيب الطلب الثاني، انا من زمان ما زرتش مصر. ايوه. فعاوز اسالك سؤال. اتفضل. هل اللوحه اللي بالصوره بتاعتي لسه موجوده في الزمالك؟ انا الحقيقه ما بدخلش نادي الزمالك، فما اقدرش ادي لك خبر يقين. اسالني بالله، لو كانت لسه موجوده. أيوة. يا ريت تتشال. حضرتك انت مستشار تركي آل الشيخ، وانت عارف الناس بتحبك وناس بتحترمك، ويعني حتى مهما حصل من اختلاف وجهات النظر. طيب مع كامل احترامي يا كابتن احمد، اتفضل. يعاقبوا الشخص اللي صرح. يعني انت انا شفت العلاقه بينك وبين الكابتن حسين لبيب واحنا موجودين في الرياض في مباراه نهائي الكاس، شفت قد ايه يا ليت الكابتن حسين لبيب. نعم. وانا اعرف انه انسان محترم جدا جدا جدا، يحاسب اللي يصرح التصاريح هذه المضروبه. عموما تظل دائما وابدا لك مكانه لدينا معالي المستشار. انا بس الحقيقه عايز اشكرك بالنيابه عن كل الرياضيين عن موقفك او على موقفك مع الكابتن اشرف قاسم. انا بشكرك جدا. يعني الشركه المتحده يا حبيبي ده موقف. الشركه المتحده قامت بدور اكتر من ممتاز مع الكابتن اشرف، وحضرتك نفس الامر. نعم. غلاكم عندنا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ده واحد. نعم. ثاني شيء، الموقف هذا من سمو الامير محمد بن سلمان. نعم. اللي اول ما رفعنا له الحاله. نعم. وعرف انها من مصر لم يتردد ثانيه واحده، وسالني عنها كذا مره. نعم. وتابع الموضوع بنفسه. بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله تعيد معانا في مصر. ومبروك مستوى مصطفى. ربنا يبارك فيك يا معالي المستشار. مش هقول اللي حصل بيني وبينك بقى، بلاش ننفع نقوله على الهواء. يعني مش عاوزين نزعل حد. بشكرك معالي المستشار شكرا جزيلا. مستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.